السلام عليكم، ازاي حضراتكم؟ انا عامل لحضراتكم حصر باهم المشاريع السكنيه اللي موجوده في العاصمه الاداريه، عشان العميل النهارده اللي بيشتري شقه او فيلا يبقى عارف ايه هي المشاريع الكويسه اللي ليها سمعه، وفي نفس الوقت يبقى عارف برضو الاسعار ماشيه ايه النهارده، سواء في الار 5 او في المستثمرين او في الار 7 او في الار 8. طب هنبتديها من الاول من الار 5. الار 5 عندي شركتين، عندي سيتي ايدج في مشروع جاردن سيتي، والشركه الثانيه تبقى الشركه السعوديه المصريه في مشروع ميادين. طيب جاردن سيتي النهارده متوسط السعر النهارده احنا بنتكلم في 16 مليون، الشقق بتاعتهم متشطبه واستلامات فوريه وانظمه سداد بتوصل معانا لحد 10 سنين. يعني نقدر نقول ان الشقه المساحه اللي من اول 220 متر لحد 260 متر احنا بنتكلم في متوسط سعر 16 مليون. طيب بالنسبة للشركة التانية الشركة السعودية المصرية، وانا بعتبر ان الشركة السعودية المصرية كخدمة ما بعد البيع هتبقى افضل شوية من شركة سيتي ايدج. برضو بتسلم شقق متشطبة في مشروعها ميادين بأنظمة سداد 10% والبيع على 6 سنين، سعر المتر في الحالة دي بيبقى 55,000، ولو 10% و7 سنين سعر المتر بيبقى 60,000، ولو 10% و8 سنين سعر متر الشقة بيبقى ب65,000. الشقق كلها متشطبة تشطيب حلو قوي قوي. بحاول برضو وانا يعني انقل للعميل شكل العمارات عامل ازاي، شكل التشطيب عامل ازاي في كل مشروع هتكلم عنه في الفيديو ده. طيب خصم الكاش في ميادين للشركة السعودية في الار 5 50% بس على سعر الشقة على نظام السداد 10% والباقي على 8 سنين. يبقى انا كده اتكلمت اول حاجة عن الار 5، دي شقق متشطبة استلامات ما بين 6 شهور لسنة لسيتي ايدج وللشركه السعوديه المصريه. هندخل بقى على منطقه المستثمرين. منطقه المستثمرين هيبقى عندي بلو فير للشركه السعوديه المصريه برضو على محور بن زايد، عندي البوسكو لمصر ايطاليا على محور بن زايد، وعندي شركه ام بي جي عندها مشروعها بوكا في المستثمرين، وعندي كابيتال واي لشركه ووتر واي. طيب اول مشروع هيبقى بلو فير. بلو فير مساحه المشروع احنا بنتكلم في 71 فدان. عندنا ال 71 فدان 70% منهم فيلات و30% منهم عمارات. نسبه الانشاءات في بلو فير النهارده وصلت ل 65%. الغرفتين ال 145 متر 5 مليون و500، وال 165 متر الثلاث غرف ب 7 مليون 500. المشروع ده عليه ستريب مول، واحد هيبقى موجود على محور محمد بن زايد الجنوبي، والتاني هيبقى موجود على المحور المركزي الخاص بالمستثمرين. طيب بالنسبه لاسعار الفيلات، عندي التاون هاوس ال 224 متر مباني ب 23 مليون، والتوين هاوس ال 277 متر مباني ب 28 مليون. عندي 4.5 فدان كلاب هاوس داخل كومباوند بلو فير، وده مساحة كبيرة جدا لكلاب هاوس. طيب أنظمة السداد للشقق والفيلات 10% والباقي على 5 سنين. الشقق بتتسلم نص تشطيب، والاستلامات ما بين سنة لسنة ونص للشقق والفيلات. يبقى ده كده أول كومباوند في المستثمرين للشركة السعودية المصرية بلو فير، ده في لوكيشن حلوة قوي قوي على محور بن زايد مباشرة. طيب الشركة الثانية مصر ايطاليا، المشروع بتاعها هيبقى البوسكو موجود جنب بلو فير على طول. مساحه المشروع 216 فدان، نسبه الانشاءات دلوقتي عدت ال 90%. الغرفتين ال 126 بنتكلم في 5.5 مليون، والثلاث غرف ال 160 متر بنتكلم في 7 مليون. اسعار الفيلات المتاحه حاليا هو مش موجود غير توين هاوس واستلام فوري سعره 20 مليون، المباني بتاعته 250 متر. طيب الاسعار اللي انا قلتها ديت للشقه الغرفتين وللثلاث غرف والفيلا دي في حاله لو العميل دفع 30% والباقي على 5 سنين بياخد خصم 25%. ده في الحاله دي بس. السعر بينزل عندي في الغرفتين ل5.5، وفي الثلاث غرف بينزل ل7 مليون، والفيلا ال 250 متر مباني سعرها بينزل ل 20 مليون، ده في البوسكو. طيب نوعيه الاستلام
في مشروع البوسكو بيبقى طوب اسمنتي. الاستلام هيبقى في خلال سنة ونص. المشروع الثالث في منطقة المستثمرين هيبقى مشروع كابيتال واي لشركة ووتر واي. شركة ووتر واي ليها أكتر من مشروع في التجمع الخامس، وشركة محترمة جدا وبتقدم مستوى عالي جدا من الخدمات في الكومباوندات بتاعتها أو في الاستريب مول بتاعها اللي بيبقى شغال مطاعم وكافيهات وتجاري أو إداري، وشركة معروفة جدا في السوق. طيب المشروع بتاعها على مساحة 42 فدان في العاصمة، عدد العمارات 48 عمارة، نسبة الإنشاءات 100%، بيتشطب دلوقتي. الغرفتين ال 120 متر بنتكلم في 8 مليون ونص، الثلاث غرف بنتكلم في 175 متر ب 11 مليون، وعندي ال 263 الثلاث غرف بنتكلم من 14 ل 18 مليون. الشقق كلها بتتسلم متشطبة الترا بالتكييفات، أنظمة السداد 10%، وبعد 3 شهور 10%، والبيع على 5 سنين. الاستلام هيبقى سنة ونص. الباركينج ب 400,000 إجباري. الستريب مول بتاعهم هيبقى حلو جدا، لأن ووتر واي متخصصة قوي في النقطة دي، لأن معاها مجموعة كبيرة من البراندات بتبقى موجودة في كل مشروعاتها. المشروع الرابع هيبقى مشروع بوكا لشركة MBG، ده على مساحة 42 فدان، موجود في منطقة المستثمرين، 41 عمارة، نسبة الإنشاءات 100%. المشروع كله بالكامل هيتسلم آخر 2024. متاح حاليا هيبقى يا دور أول يا دور سابع من الشقق. الغرفتين احنا بنتكلم في 147 متر، سعرها 5 مليون و200، والثلاث غرف ال 196 متر هتبقى دور أول، سعرها بنتكلم في 5 مليون و880 متر. طيب أنظمة السداد إيه؟ أنظمة السداد 15% و10% بعد سنة، والبيع على 5 سنين، نص تشطيب الشقق، والصيانة هتكون 8%. يبقى أنا كده ذكرت لحضراتكم 4 مشروعات في منطقة المستثمرين. المشروع الأول يبقى بلو فير والبوسكو وكابيتال واي، ومشروع بوكا لشركة MBG. هندخل بقى على منطقة الار 7. هيبقى عندي في منطقة الار 7 عندي انترادة لشركة سروح، ونفس الشركة عندها مشروع سيتاديل في الحي المالي. انترادة المساحة بتاعته 72 فدان، 50% منه فيلات و50% منه عمارات. طيب المرحلة الأولى نسبة إنشاءاتها، اللي هي المرحلة الخاصة بالعمارات، نسبة إنشاءاتها 65%. طيب الفيلات هتنزل إمتى؟ الشركة نازلة بمرحلة الفيلات في شهر 5 اللي جاي، في شهر مايو اللي جاي ده الشركة هتطرح الفيلات بتاعتها في كومباوند انترادة بأسعار افتتاحية. طيب اللي موجود النهاردة كأسعار للشقق للغرفتين وللثلاث غرف، الغرفتين المساحات 117 متر ب 4 مليون و700، الثلاث غرف 157 متر ب 5 مليون و800، بندفع 10% وبنقسط البيع على 6 سنين. التسليم نص تشطيب، موعد التسليم 4 سنين، والباركينج والكلاب هاوس اختياري. وزي ما قلت لحضراتكم ان كومباوند انترادة موجودة على المحور المركزي، اللوكيشن بتاعه حلو قوي، والشركة نازلة بالفيلات بإذن الله في شهر مايو اللي جاي ده، الشهر الجاي. طيب هندخل على الكومباوند اللي بعده، أرمونيا. كومباوند أرمونيا 42 فدان، عدد العمارات 41 عمارة، نسبة الإنشاءات النهاردة احنا بنتكلم في 55%، وأفضل مرحلة هي اللي الشركة طرحها دلوقتي، اللي الفيوهات بتاعتها حلوة جدا. الغرفتين ال 118 وال 130 بنتكلم في متوسط سعر 5 مليون و500، والثلاث غرف بنتكلم من أول 136 متر ل 200 متر، بنتكلم في أسعار من أول 6,800 وبتوصل معانا لحد 9 مليون و500. أنظمة السداد في أرمونيا 10%، والبيع على 7 سنين، خصم الكاش عندهم 37%، موعد الاستلام 4 سنين. أنظمة السداد كل ما بننزل بعدد السنين كل ما بناخد خصم حلو جدا من الشركة. الشركة بتسلم نص تشطيب. الستريب مول أو المول اللي بيخدم على الكومباوند الشركة بتبنيه دلوقتي، وده مساحته 18,000 متر، فده مساحة كويسة جدا. واللوكيشن بتاع أرمونيا في قلب الار 7 لوكيشن حلو جدا، والعمارات متسلمة بشكل حلو، الديزاين بتاعها، المداخل عاملين شغل حلو جدا بصراحة، وشركة من الشركات اللي العملاء بتثق فيها. ولما بتنزل وتدخل الكومباوند من جوه بتحس ان هم بيقدموا
يعني فعلا كومباوند بشكل حلو قوي في الار 7. طيب هندخل بقى على المشروع الثالث، هيبقى كاسل لاند مارك. مساحه المشروع احنا بنتكلم في 43 فدان، 44 عماره، نسبه الانشاءات 65%. اسعار الغرفتين، مفيش غرفتين متاح حاليا في الشركه، اللي موجوده هتبقى 3 غرف، ال 171 متر ب 7 مليون ونص، وال 247 متر ب 11 مليون. انظمه السداد 10%، و6 سنين العميل بياخد خصم 15%، وعندي 10% و8 سنين دي بتكون بدون خصم. التسليم هيبقى نص تشطيب. موعد الاستلام لاخر مرحله اللي هو فيها البيع دلوقتي ده هيبقى 4 سنين. الباركينج والكلاب هاوس بيكون 150,000 وده بيكون اجباري. المشروع الخامس هيبقى لشركه دبي لوميا 1. ده يبقى المشروع الثالث للشركه. عندهم كابيتال دبي مول، ده مول اتبنى بالكامل وبيتسلم دلوقتي للعملاء. وعندهم اوبسيديار في شريط الابراج، الشركه شغاله دلوقتي في انشاءات. وشركه دبي خدت مسار كويس جدا وعليها اقبال كبير جدا، والعملاء بتحب الشركه دي لانها خدمه ما بعد البيع عندها كويسه قوي. كابيتال دبي مول اتسلم بشكل حلو قوي، والمول خلص، وشغالين انشاءات في اوبسيديار بشكل حلو قوي. لوميا 1 الشركه خلصت الحفر، هتبتدي في الانشاءات. اسعار الغرفتين احنا بنتكلم في 4 مليون و600 ل 121 متر ومعاها جاردن. ال 173 متر الثلاث غرف ب 6 مليون و300. واميز شقه ال 173 اللي هي على فيو اللاجون ب 7 مليون و400. المشروع ده على مساحه 36 فدان. نظام السداد عندهم 10% والبيع على 7 سنين، والتسليم هيكون نص تشطيب. المشروع السادس والسابع لشركه بيتر هوم في الار 7. عندي ميد تاون سكاي وعندي ميد تاون كوندو. ميد تاون سكاي احنا بنتكلم مساحه المشروع 122 فدان، نسبه الانشاءات 40%. اسعار الشقق عندي الاستوديو ال 90 متر ب 3 مليون و300، وال 140 متر الغرفتين ب 5,600، وال 190 متر الثلاث غرف وثلاثه حمام ب 7 مليون و700. ده كده بالنسبه للشقق. عندي الفيلات، عندي ال 350 متر مباني التاون هاوس ب 22 مليون، ونفس الفيلا دي اللي الارض بتاعتها مساحتها اكبر بتوصل ل 330 متر الكورنر ب 25 مليون. وبالنسبه للتوين هاوس ال 350 متر مباني سعرها بيوصل ل 28 مليون. الاستلامات كلها طوب احمر، موعد الاستلام بعد 4 سنين. ده كده ميد تاون سكاي اللي موجود جنب كومباوند فينشي لشركه مصر ايطاليا. طب هندخل على ميد تاون كوندو. ميد تاون كوندو هو كومباوند عمارات بس مفيش فيه فيلل. مساحته 60 فدان، 54 عماره، نسبه انشاءاته 100%. الغرفتين ال 130 متر ب 5 مليون، والثلاث غرف ال 210 من 7,700 ل 8,300. انظمه السداد 10% وخمس سنين العميل بياخد خصم 5%، و25% وسنتين العميل بياخد خصم 25%. الاستلامات كلها بعد 3 سنين، ونسبة الاستلام بتكون 65%. طب هندخل بقى على كومباوند فينشي لشركة مصر إيطاليا، وده برضو من المشروعات المميزة جدا. عدد الفيلات فيه أكتر من الشقق. فينشي 110 فدان، نسبة الإنشاءات النهاردة احنا بنتكلم في 65%. عندي بقى اوبشنز كتير، عندي استلامات بعد سنة، استلامات بعد سنتين، استلامات بعد 3 سنين. عندي أكتر من اوبشن موجود. أسعار الشقق الغرفتين اللي موجودة النهاردة احنا بنتكلم في 8 مليون دي الأرضي بجاردن الغرفتين، والثلاث غرف ال 164 متر بنتكلم في 10 مليون و500. طيب الفيلات التاون هاوس الميدل ب 20 مليون، مساحة المباني بتاعته 250 متر، الكورنر ب 23 مليون ومساحة المباني بتاعته برضو 250 متر. التوين هاوس مساحته 320 متر مباني، سعره 30 مليون. طب بالنسبة لفينشي والبوسكو، عشان العميل ياخد خصم حلو قوي لازم يدفع 30% والباقي على 5 سنين، الشركة هتديله خصم 25%. يبقى كده فينشي والبوسكو
العميل لو دفع 30% والبيع على 5 سنين هيشتري بالاسعار اللي انا قلت عليها في البوسكو وفينشي، ويبقى الخصم وصل ل 25%. هندخل بقى على شركه نيو بلان ومشروعها طله. كومباوند طله على مساحه 30 فدان. الشركه ابتدت في الحفر دلوقتي. عندي 37 عماره. أنظمة السداد عندنا 10% و7 سنين و15% و8 سنين. الشقق الغرفتين سولد اوت بالكامل. والشركة عندها كومباوند أتيكا وعندها كومباوند سيرانو وعندهم مشروع في الحي المالي 11. نسبة إنشاءاتهم وصلت ل 100%. بالنسبة لطلة الثلاث غرف عندهم ال 161 وال 166 بنتكلم في 8 مليون و500. عندهم الألتو كازا مساحتها 272. ده بيبقى زي فكرة الدوبلكس كده بالظبط، سعرها من أول 17 مليون. والفيردي كازا ده طيب تاني من الدوبلكس، مساحته 205 متر أو 219 متر اللي معاه جاردن. الفيردي كازا الأسعار فيها بتبتدي من أول 12 مليون ونص وبتوصل معانا لحد 16 مليون ونص. طب إيه اللي بيميز شركة نيو بلان؟ اللي بيميزها إن هي بتسلم كل مشروعاتها متشطبة ألترا بمواصفات التشطيب اللي بتتحط في العقد للعميل، وفي نفس الوقت بيبقوا جايبين كل المطابخ بتاعتهم على ماركة لامبورجيني من إيطاليا في كل مشروعاتهم سواء في أتيكا أو في طلة. وعندهم كومباوند موجود على التسعين الشمالي في التجمع الخامس، كومباوند أمارة. ده برضو يبقى المشروع السكني الرابع ليهم. هوضح التفاصيل بتاعت كومباوند أمارة الرابع ليهم في الفيديو الخاص بالقطاع السكني اللي هعمله للتجمع الخامس. هندخل بقى على شركة أفامينا وشركة الشمس، الاتنين شراكة مع بعض. عندهم كومباوند في الار 7 كومباوند اورو. مساحة المشروع هتبقى 38 فدان 26 عمارة. نسبة الانشاءات 45%. المشروع ده موجود على المحور المركزي وعلى محور حي السفارات. طيب الغرفتين ال 160 متر بنتكلم في 5 مليون و200، وال 160 متر الثلاث غرف بنتكلم من اول 5 مليون و500. وعندي ال 218 اربع غرف بنتكلم في 8 مليون، وال 210 بنتكلم في 7 مليون و500. التسليم كله هيبقى نص تشطيب، هيبقى بعد 3 سنين. نظام السداد 10% والبيع على 7 سنين، وبندفع دفعه 5% بعد سنه. 4 شقق في الدور ارضي و7 ادوار. ده كده كومباوند اورو لشركه افامينا بالشراكه مع شركه الشمس. هندخل بعد كده على اويا كومباوند لشركه ايدج هولدنج موجود على المحور المركزي. ده كومباوند نسبه انشاءاته 100%. المساحه بتاعته هتبقى 30 فدان، مبني عليها 39 عماره. الغرفتين ال 125 متر ب 6 مليون و200. الثلاث غرف ال 154 وال 165 بنتكلم في متوسط سعر 7 مليون و500. الاسعار دي كلها قبل الخصم. نظام السداد 15% والبيع على 4 سنين. هناخد خصم 10%، يعني الاسعار دي هتقل 10%. لازم حضرتك عشان تستلم الشقه بتاعتك تبقى دافع نسبه استلام للشركه 50%. الكومباوند ده مبني بالكامل على المحور المركزي جنب كومباوند فينشي لمصر ايطاليا على طول. هندخل بقى بعد كده على منطقه الار 8. عندي مشروعين. عندي المشروع الخاص بشركه كابيتال لينك. شركه كابيتال لينك عندها 4 مشروعات في منطقه الداون تاون. نسبه انشاء واحد فيهم 100%، والثلاث مشروعات التانيين نسبه انشاءاتهم وصلت ل 70%. عندهم كومباوند كارديا في الار 8. مساحته هتبقى 23 فدان 26 عماره. خلصوا حفر وحطوا اساسات للمرحله الاولى من العمارات. اسعار الغرفتين النهارده في كارديا احنا بنتكلم ال 116 ومعاه 16 متر جاردن بنتكلم في 5 مليون. الثلاث غرف عند ال 147 ب 5 مليون و500، وال 188 ب 6 مليون و500، وال 168 ب 6 مليون. عندهم دوبلكسات 276 متر سعرها 9 مليون و200. أنظمة السداد 10% و7 سنين. الشركة بتسلم نص تشطيب، ومواعيد الاستلام في مشروع كارديا هيبقى 4 سنين. والشركة شغالة إنشاءات بشكل حلو جدا في كل مشروعاتها. عندي شركة أتريك
شركة اتريك عندها مشروع بورد ووك موجود في الار 7، نسبة انشاءاته وصلت ل 90%. الكومباوند ده فيلات وعمارات، الفيلات كلها متباعة، العمارات اسعار الغرفتين اللي موجودة النهاردة احنا بنتكلم في 127 متر من 4 مليون و300 ل 4 مليون و900. الثلاث غرف ال 180 متر ب 7 مليون و500. أنظمة السداد العميل هياخد 10% خصم لو قسط ب 10% والبيع على 5 سنين، ولو قسط ب 10% والبيع على 6 سنين هياخد 5% بس، ولو قسط 20% والبيع على 7 سنين مش هيبقى فيه خصم. التسليم هيبقى نص تشطيب، موعد التسليم ما بين 6 شهور بعض الشقق لسنتين لبعض الشقق. نسبة الاستلام كفلوس بتبقى 30%. الباركينج والكلاب هاوس السعر ده شامل الباركينج والكلاب هاوس، الاسعار اللي انا قلتها في مشروع بورد ووك لشركة اتريك. الشركة دي عندها مشروعين، واحد في السخنة والتاني في الشروق، وده يبقى المشروع الثالث ليهم، ونسبة انشاءاته زي ما قلت وصلت ل 90%. عندي تاني قطعة من الجامعة البريطانية لشركة أكام، يبقى مشروع سيناريو. مشروع سيناريو معمول على مساحة 40 فدان، نسبة الإنشاءات فيه وصلت ل 85%. الثلاث غرف بنتكلم كمساحة من أول 160 متر سعرها من أول 7 مليون، والأرضي بجاردن ال 132 ومعاها جاردن 70 متر بنتكلم في متوسط سعر 5 مليون و900. الاستلامات هتبقى فوري او بعد 6 شهور او بعد سنه في كومباوند سيناريو لشركه اكام. انظمه السداد 10% و5 سنين او 10 و6 سنين او هتبقى 8% و4 سنين. مشروع برضو من المشاريع المميزه جدا مشروع سيناريو لشركه اكام، وشركه اكام داخله شراكه مع الرقحي في مشروع دوز اللي موجود في الساحل الشمالي، هشرحه برضو في الفيديو اللي هعمله لأهم المشاريع اللي موجودة في الساحل الشمالي. عندي آخر مشروع في الفيديو هقوله هيبقى لشركة مصر جروب، ده المشروع الثاني ليهم. المشروع الأول ليهم ذا سيتي، نسبة إنشاءاته وصلت ل 90% في الار 7، خدوا قطعة أرض جديدة في الار 8 عملوا عليها كومباوند ذا سيتي اوفال. المشروع ده لسه مطروح من وقت قريب، أسعاره هادية جدا. الغرفتين احنا بنتكلم في مساحة 120 متر ب 3 مليون و700، والثلاث غرف من اول 165 ل 172 بتبتدي معانا من 4 مليون 600 ل 5 مليون و300. انظمه السداد 10% و7 سنين، 15 و8 سنين، 20 و9 سنين. الاستلام هيبقى بعد 4 سنين، بيسلموا نص تشطيب. ده كده يبقى اخر مشروع من المشاريع اللي انا ذكرتها كلها كحصر للعملاء للقطاع السكني اللي موجود في العاصمه الاداريه. درجه التميز الخاصه بكل مشروع انا ذكرته دي احنا بنوضحها للعميل، بتبقى برضو مترتبه على الميزانيه اللي العميل عايز يشتري بيها الشقه او الفيلا بتاعته. ببتدي انا اقيم من حيث الديستنيشن والموقع الخاص بالكومباوند، الخدمات، شكل الماستر بلان، المطور، نسبة إنشاءاته، الخدمات اللي بيقدمها، وشكل العمارات، عدد الشقق في الدور، الشكل والديزاين للمداخل والواجهات. كل ده احنا بنشرحه للعميل اللي مهتم ان هو يشتري شقة في العاصمة الإدارية. الفيديو ده حبيت ان انا اسمع العميل اسعار الغرفتين والثلاث غرف، وفي نفس الوقت يشوف نسب الإنشاءات لكل شركة ولكل مشروع، ودايما بنتعامل بحيادية مع كل المطورين، وبنقدم ان شاء الله للعميل افضل خدمة، وبنوضح له كل شيء وكل كبيرة وصغيرة في كل الكومباوندات السكنية اللي موجودة في العاصمة الإدارية. لو حضرتك مهتم تقدر تكلمني على رقم اللي بسيبه دايما اسفل الفيديو. اكبر فريق مبيعات موجود في العاصمة هيتواصل مع حضرتك وهيشرح لك كل كبيرة وصغيرة داخل القطاع السكني في العاصمة. ولو حضرتك مش متابعني اعمل فولو او اعمل سبسكرايب وتابع كل المشروعات اللي بقدمها سواء في العاصمة او في مستقبل سيتي او في التجمع او في الساحل الشمالي او في زايد واكتوبر، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم دايما. وشكرا جدا لكم.